احب اصدمك واقول لك ان تمرينة البول اوفر مش تمرينة صدر زي ما انت متخيل. لما تيجي نشوف الكلام ده تحت علم الحركه بيقول ايه. لما نيجي نحلل الحركه دي فدي اسمها شولدر اكستنشن، وهو ان مفصل الكتف بيتحرك وبيرجع كده لورا. ففي حركه شولدر اكستنشن دي واحنا بنعملها في عضلتين اساسيين هم اللي بيتحركوا، هي عضله اللات وكمان اللونج هيد بتاعه الترايسبس. ودي من ضمن وظائف عضله اللاتس لان هي ماسكه في عظمه الهيومرس اللي هي عظمه الدراع العضديه، فهي اللي بتسحب ايديا من فوق لتحت كده، وعشان كده بتحس بالعضله دي جدا وانت بتتمرن. وخد بالك من حاجه، التمرين ده شبه تمرين مشهور قوي بالظبط كده. لما امسك المسطره اللي هي في الجهاز واسحبها عليا بالمنظر ده، هنا التمرين هو بالظبط، بس الفرق ان هنا المقاومه كانت بالكيبل وهنا المقاومه كانت بالدمبل. طب والترايسبس بقى بتشتغل معانا ليه؟ الترايسبس هنا خصوصا اللونج هيد عشان هي ماسكه في السكابيلا اللي هو لوح الكتف، هتلاقي من ضمن وظائفها الاساسيه وهي الشولدر اكستنشن بالظبط كده. فالاثنين بيجتمعوا في نفس الحركه، فعشان كده الاثنين بيكونوا هم اللي شغالين في التمرين ده. وده كمان في الكيبل، عشان كده بتحس باللونج هيد بتاعت الترايسبس بتشتغل معاك. اما بالنسبه للصدر فهي اقل عضله عليها تحميل، لان بكل بساطه مش بعمل الحركه بتاعته الاساسيه وهي شولدر هوريزونتال ادكشن. بتحس بيها شويه لكن في وضع ايزومتريك كونتراكشن اللي هو وضع الثبات، فده اكيد مش التمرين اللي بيستهدف العضله دي. فاللاتس عندي هي التارجت ماسل الاساسيه. بعد كده لو شفت صاحبك بيلعب التمرين ده في يوم الشست قول له خد بالك دخله في يوم الظهر عشان ده بتاع لات. وبس كده، لايك وفولو اللي جاي كتير. سلام.